السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل في الحكاية على طول. بداية الدوري المصري موسم 23-24. اتلعبت مباراة امبارح، طلائع الجيش والبنك الأهلي. الشوط الأول كان 0-0. الشوط الثاني يسر وحيد القادم من الترسانة أحرز هدف ولا أروع برأسه، ثم هدف ثاني في الدقيقة 87 عن طريق عبد الرحمن شيكا. ثم الإسماعيلي زد فرقة محترمة، وانا شايف ان الاسماعيلي هيعاني. بهدف لميسي قدروا ياخدوا اول 3 نقاط ليهم في الدوري الممتاز على حساب نادي الاسماعيلي، اللي انا بقول هيعاني من بدري كده، هيعاني. نخش بقى على الحفلة بتاعت النادي الاهلي. الشوط الاول ضغط، الشوط الاول كله ضغط بطول الملعب من الفرقتين بصراحة، لكن بدون اهداف حتى الدقيقة 43. هدف من رضا سليم عالمي ريحها له امام عاشور، وانا شايف ان امام عاشور ورضا سليم، يمكن انا اتكلمت في الفيديو اللي فات قلت الاثنين كل واحد فيهم يشيل فرقة. انا شايف ان رضا سليم وامام عاشور حكاية اهلاوية جديدة، لسه ما يخشوا اكتر هنتفرج عليهم. بيعملوا كل حاجة في الكورة الاثنين، واثنين لعيبة الكورة، اثنين صغيرين. ثم هدف ثاني الشوط الثاني، هدف ثاني لبيرسي تاو، ثم ثالث لبيرسي تاو، ثم هدف رابع عن طريق كريم فؤاد بعد غياب طويل للإصابة. نقول له الحمد لله على السلامة، ربنا وفقه. عمل 1-2 جميل مع بقادر اللي عملها بكعب رجله عشان يحطها بالخارجي، جد قعد ولقاه على شماله جون. فأنا بقول يا جماعة النادي الأهلي أنا شايف كده هيفرم اللي هيقابله. الطرد بتاع المحمدي، باير المحمدي فرق كتير مع النادي المصري، بس النادي المصري فرقة قوية. ان النادي الاهلي يعمل كده في النادي المصري، لا، حذاري كل الفرق. ولسه هنشوف وفي كلام كتير فني عايزين له حلقة لوحده. والولد كوكا ده يا جماعه لعيب كويس قوي، احنا يمكن قلنا من السنه اللي فاتت لعيب كويس قوي، تقيل في نص الملعب، ما بيبصيش غلط، ما بيخافش، لا بيخاف انه يستلم الكوره ولا بيخاف من الالتحامات. بصراحه اضافه كبيره للنادي الاهلي في المكان ده. نقول يا جماعه النادي الاهلي يحصد اول 3 نقاط على حساب النادي المصري البورسعيدي بعد انهياره بعد الكارت الاحمر، لان المصري البورسعيدي الشوط الاول كان غير خالص. بس النادي الاهلي فرقه كبيره، وانا شايف ان السنه دي هيطير ان شاء الله. عندنا 3 مباريات بكره باذن الله نتفرج عليهم ونحللهم مع حضراتكم. السلام عليكم.